22 سنة يعني عمر، مدة مش قليلة. في يعني دول بتتبني فيها، ملايين بيتولدوا. احنا اخر 5 سنين بس في عالم السيارات بالذات شفنا بلاوي، عربيات كهرباء، عربيات بالهيدروجين، عربيات بتسوق لوحدها. المهم ان اخر 22 سنة اتقدم منهم 4 اجيال من النيسان الاكس تريل. شفنا اول واحد منهم في مصر، بعد كده حصل غياب تام، والعربية رجعت النهاردة بجيلها الرابع الاقوى واللي بيجي بتكنولوجيا فريدة من نوعها. والنهاردة انا جاي اقولك على اهم 5 معلومات لازم تعرفهم عن نيسان اكس تريل. طب خلينا نبدأ بشوية أرقام كده. مبدئيا الإكس تريل اتقدمت 2002 ولحد 2022 في 20 سنة كانت اتباع منها 7 مليون نسخة. الجيل الرابع هو اللي جه في 2022 بتكنولوجي الإي باور المثيرة للجدل، ويعني هكلمكم عنها بعدين. والتكنولوجي دي كمان اتقدمت في الكاشكاي. توتال كده في 100,000 عربية اتباعوا في أوروبا بتكنولوجي إي باور ما بين 2022 وأواخر 2023. الفئة اللي احنا بنجربها دي اللي هي الاي فورس، ويكفي ان اقول لك ان استجابه المحور الخلفي فيها للعزم اكتر ب 10,000 مره من انظمه الدفع الرباعي التقليديه. ونيسان اختبرت اكس تريل اي باور في مصر على مدار سنه ونص، مشيوا فيها حوالي 50,000 كيلو، وبناء عليه بيقولوا ان العربيه دي تقدر تمشي 1000 كيلو في التفويله الواحده. طب ايه الفكره بقى في الشيء اللي اسمه الاي باور ده؟ الفكره ان هو بيقدم لك عربيه كهرباء بس بتشتغل بالبنزين. باختصار وبدون تعقيد، العربيه دي فيها موتور 1500 سي سي توربو 3 سلندر. الموتور ده مش هو اللي بيحرك العجله، هو بيشتغل كمولد للمنظومه الكهربائيه، متوصل بانفرتر ده بينظم الطاقه اللي طالعه منه، بيوصلها للبطاريه، والبطاريه بتدي الطاقه لموتور الكهرباء، موتور الكهرباء يدور العجله. ايوه، ايه الفكره بقى في كده؟ يعني الفكره ان اغلب الوقت سواقه العربيه قريبه جدا للعربيات الفول الكتريك، ما بتسمعش صوت الموتور اغلب الوقت، الاهتزازات اقل بكتير طبعا من العربيات البنزين العاديه. وغير كده موتور البنزين مش بيشتغل طول الوقت، هو بيشتغل بس لما العربيه تبقى محتاجه تشحن البطاريه. ده غير طبعا ان انت مش بتحتاج تشحن بقى ولا اي حاجه، العربيه دي بتحط لها بنزين عادي جدا، فيها تانك 55 لتر، فبالتالي العربيه يعني بتمشي من غير قلق، والرينج بتاعها اعلى من اغلب العربيات الكهرباء اللي ممكن تلاقيها في الفئه دي. اكس تريل اي باور بتيجي مصر بفئتين. اول فئه فيها موتور كهرباء امامي بس مع موتور بنزين ال 1500، وقوتها 201 حصان وعزمها 330 نيوتن مترز. بتنطلق من الصفر ل 100 في حوالي 8 ثواني، وسرعتها القصوى الرسميه 170 كيلومتر في الساعه. الفئه الثانيه بقى اللي هي الاي فورس، بيجي فيها موتور كهرباء تاني ورا، قوتها التوتال يعني بتوصل ل 211 حصان، وفي 195 نيوتن متر من العزم الاضافي جايين بسبب الموتور اللي ورا ده، واللي بيوفر لك هنا دفع رباعي للعجلات. ده بيخليها تطلع من 0 ل 100 في 7 ثواني و2 من 10. سرعتها القصوى على الورق 180 كيلومتر في الساعه، بس احنا سوقنا العربيه دي وقت اللونش بتاعها في مصر من القاهره للجلاله، وقدرنا نجيب بيها سرعات اعلى من كده الحقيقه، بس يا ريت ما نتكلمش كتير في الموضوع ده. حاجه برضو لازم نبقى عارفينها ان وزن العربيه دي مش خفيف، يعني هو في حدود ال 2 طن تقريبا، وده اعلى من عربيه زي سيات تراكو مثلا بحوالي 350 كيلو. ميزه ثانيه بتقدمها لك منظومه الاي باور ان العربيه دي بترخص كعربيه كهرباء بالكامل، وركز لي على الحته دي عشان دي فيها المونيا. العربيه دي بتيجي من اليابان، فبالتالي مش مستفيده باي اتفاقيه من اتفاقيات الاعفاء الجمركي. ده كان ممكن يحط عليها جمارك حوالي مثلا 40%، ولكن عشان العربيه بترخص كهرباء فبالتالي معفيه من الجمارك. تاني حاجه، العربيه دي عشان كهرباء ضرائبها اقل بكتير
من العربيات البنزين. نيسان ما بخلوش خالص الحقيقه في اوبشنز اكس تريل. العربيه بتيجي ستاندرد بحاجات زي فتحه سقف وشاشه 8 انش وحساسات ركن قدام وورا، ولكن الاهم من كده هو باكج دعم السائق اللي فيها حاجات زي بلايند سبوت اسيست، دعم النقطه العاميه اللي هو بيحذرك لما عربيه تكون بتتجاوز من الجنب، فورورد كوليجن وورنينج تحذير التصادم الامامي، فيها كمان لين ديبارتشر وورنينج اللي هو بيحذرك لو انحرفت عن الحاره المروريه. العربيه كمان فيها فورورد كوليجن اسيست اللي هو بيخليها تفرمل لوحدها لو حست بخطر ان هي هتخبط حاجه قدامها، ورير كروس ترافيك اليرت اللي بيحذرك من حركه المرور ورا العربيه. الفئه الاعلى بتزيد على الكلام ده بكاميرا 360 درجه وشويه دلع زياده، يعني شاشه اكبر 12.3 بوصه وعدادات ديجيتال، وايرلس شارجر ووايرلس ابل كار بلاي. كمان الفئه الثانيه فيها 7 كراسي بدل 5 في الفئه الاولى مع غطاء كهربائي للصندوق الخلفي. اسعار اكس تريل اي باور الرسميه في مصر 2.200.000 جنيه و2.500.000 جنيه للفئه اللي شغاله بالاي فورس. ارقام ممكن تخض كتير طبعا، ولكن انصحك لو انت مش متابع السوق بقالك فتره ادخل شوف اسعار حاجات زي سيات تراكو، سكودا كودياك وبيجو 5008. وفي حاجه لذيذه نيسان عاملاها وهي صيانه مجانيه لمده 5 سنين او 100,000 كيلو، ده بالاضافه لضمان العربيه اللي هو 5 سنين برضو او 150,000 كيلو. اظن بقى كفايه كده نروح عشان انا يعني حاسس كفايه عفره وعايز اخد دش بصراحه.